لو انت طالب ثانوية عامة 2026 الفيديو ده ليك. هقول لك ازاي تلم الانجليزي بكل سهولة وازاي تذاكره خلال الامتحان، ازاي تجيب الفول مارك. ركز معايا لاخر فيديو عشان الفيديو ده مهم جدا 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 جدا. خليك معايا. بص يا صديقي، احنا ان شاء الله الفيديو ده هينزل لك يوم امتحان الكيمياء. هتيجي من الامتحان الكيمياء الفيديو ده هيكون نازل على اليوتيوب، يعني من ما تسمعه. هقولك ازاي تذاكر الانجليزي في ليالي الامتحان واحدة واحدة. الانجليزي مادة سهلة وبسيطة، سهل تلمه في ليلة الامتحان على عكس المواد التانية. الإنجليزي أي لغة إزاي تلمها في ليلة الامتحان. بص يا صديقي، في حاجة اسمها نماذج استرشادية. النماذج الاسترشادية اللي الوزارة منزلها. النماذج دي يا جماعة هي اللي هيجي من الامتحان. كلام أكيد. النماذج الاسترشادية ديت هي دي اللي بيجي منها الامتحان. الامتحان يا جماعة عبارة عن أفكار، مش اسمه ده أسئلة. الامتحان أفكار، يعني مثلا فكرة ال A وال An 3 نقط في نماذج الاسترشادية، 3 نقط و3 نقط بطريقة مختلفة، وهكذا قيس على كل قاعدة. ده في الجرامر. تمام. فالنماذج الاسترشادية لو أنت طالب ما فتحتش المادة تجيب ال10 نماذج اللي نزلوا وتسمع حلهم من على اليوتيوب أي مدرس، وتذاكر الأفكار بتاعت النماذج الاسترشادية. أوعدك هتخش مش هتلاقي أفكار بره النماذج الاسترشادية، أوعدك والله. طيب دلوقتي انت طالع تعمل ايه؟ انا طالع دلوقتي بعد ما حللت لك ال10 نماذج الاسترشادية، طلعت لك الافكار المتكررة عشان اقولهم لك تذاكرهم على طول. يعني الفيديو ده هيختصر عليك، بس انت لو ما ذاكرتش انصحك ان انت تسمع النماذج عشان تعرف تحل القطعة والترجمة كل حاجة. طب دلوقتي يا عم محمد انت طالع تعمل ايه؟ انا هقول لك القواعد اللي اتكررت في الامتحان، واقول لك ممكن يجي لك ازاي في الامتحان. يعني بسم الله هنبدأ بالأعلى، يعني الأفكار اللي جت كتير في النماذج الاسترشادية. تمام يا جماعة، الكلام ده أنا درسته، أنا مش جاي أطلع أقول أي كلام. الكلام ده لما أقوله فعلا لما تيجي تفتح نماذج هتلاقي الكلام اللي أنا بقوله لك ده ما هو اللي موجود في النماذج. ركز معايا واحدة واحدة وتعامل بذكاء. بتذاكر المنهج، ما تجيبش المنهج من أول وجديد. ما حدش بيعمل كده في ليالي الامتحان. محدش بيعمل كده في ليالي الامتحان اللي هو يجيب المنهج من الأول، ما ينفعش. ليالي الامتحان ديت بتاعت النماذج الاسترشادية. نماذج الاسترشادية. حاول تفكر بذكاء مع وضع الامتحان. مع كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب. ليه؟ عشان يسمع مثلا مدرس ما اكس قال للطلاب بتاعته الفكره دي جايه في الامتحان، فهو يروح مغير الفكره، جايب لهم نفس الفكره بس جايب لهم تريكايه، حته مثلا مجهول. فاهم قصدي؟ فيلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. اول قاعده عندك الاي والان اللي هي ادوات النكره. الاي والان والذا. بص ركز معايا، ديت جت 3 مرات في نماذج الاسترشاديه. والان اول حاجه جت بتاعه الاس ام اس اللي هي هتبقى ان مش عشان لما اقول اس ايه بيطلع حرف متحرك، صوت متحرك ايه اس، هتاخد تاني نقطه الالقاب. تالت نقطه بتاعت الذا واوف. طيب دلوقتي ديت قواعد تراكميه. سؤال على قواعد تراكميه. طب ازاي يا محمد يسالني في قاعده الا والان؟ لو هو مثلا لو عايز يغير، لو عايز مثلا يجيب فكره جديده من درس الايه والان. كان في زمان شوية كلمات، يعني مثلا زي السجن اللي هو البريزون. كان في شوية كلمات زي مثلا زي سكول زي بيت زي هوم. لما يقول لك لما انت تروح الغرض الرئيسي، الغرض الرئيسي مثلا السكول عشان انت تتعلم، فما تاخدش ذا. طب لو غرض اخر مثلا راح تسأل على ابنك تاخد ذا. تمام. يبقى اول فكرة لو انت في كلمات، بعض الكلمات زي سكول مثلا، لو انت راح للغرض الرئيسي ما تاخدش كلمة ذا. طب لو راح لغرض تاني تاخد كلمة ذا. خد بقى الاتقل. مثلا جون was in prison. in prison أو مش in the prison. جت بدون ذا. يبقى يقول لك ده سجين ولا مثلا زائر مثلا visitor. لا هو سجين prisoner. ممكن يجيب لك دي. الامتحان يا جماعة شكله متغير والأسئلة فيها تكات قوي قوي. ركز معايا. طبعا احنا عارفين برضو ان البلاد ما بتاخدش ذا. طبعا احنا عارفين ان البلاد ما بتاخدش ذا، تاخدش ذا اللي هي أداة المعرفة إلا بلدين، السودان وهولندا. ذا السودان وذا نيذرلاند. السودان وهولندا تاخد كلمة ذا. تاني، البلاد ما بتاخدش كلمة ذا،
الا بلدين، السودان وهولندا. تمام، ادي نقطتين ممكن يقول لك في الامتحان، ممكن يفكر لك فيها ويجيبها لك في الامتحان. خش على تاني بقى نقطة، اللي هو الكلام الغير مباشر. الكلام الغير مباشر ده شيء جاي لك في الامتحان. الكلام المباشر بقى بيجيب لك الأسئلة ازاي؟ الكلام المباشر ده في النماذج الاسترشادية جايب بص يعني ايه، منوع لك الأسئلة في النماذج. سؤال خطير ممكن يغلطك. الأتقل بقى إن هو يربطه لك بالرايتنج، ممكن يربطه لك بالعلامات الترقيم، اللي هو يقول لك أنهي جملة دي صحيحة مثلا، الجملة بتاعها صحيح، يجيب لك اسمه ده الكوتيشن مارك والكوتيشن مارك والحاجات دي بتاعت السؤال الغير مباشر أو السؤال المباشر. يعني السؤال غير مباشر ممكن يربطوا لي بالرايتنج، وجت في النماذج جت في 4 نماذج استرشادية، يبقى جالك في الامتحان. فانت ركز بقى، الكوتيشن مارك بتتحط قبل الكوتيشن مارك ولا بعدها، ولا القامة بتتحط قبل كلمة سيد، فعل القول سيد، ولا بعده، وهكذا. تمام، ركز في النقطة دي مهمة جدا. تالت نقطة وجاية لك في الامتحان الكوزيتيف، السببية جاية لك في الامتحان. رابع حاجة اف وبدائل اف. جت اللي هي العادية، اللي هي اف مضارع بسيط، فعل والمصدر، ماضي بسيط، وهكذا، والمصدر. جت نقطة على بدائل اف، جت نقطة في النماذج الشهادية على بدائل اف. خامس نقطة واللي أنا شارحها، اللي هي الروابط مع المستقبل، اللي هو افتر واس سون از. لما يجي هناك مستقبل يبقى هنا اختار ايه؟ ما يجي بعديه مستقبل اختار ايه؟ اختار مضارع بسيط ولا مضارع تام؟ ممكن يكون مضارع تام مستمر لما جت في النماذج برضو. ركز على الروابط بتاعت افتر واس سون از وهكذا. سادس حاجة اللي هي الاستنتاج، اللي هي ماست وكانت والحاجات دي برضو مهمة، جت في الامتحان. سابع حاجة الندم، اللي هو should و shouldn't، برضو احنا شارحينه. بعد كده أدوات الاستفهام، ركز بقى معايا. أدوات الاستفهام اللي هي which who when. لو جت أداة استفهام يجي بعدها الفعل المساعد. طب لو جت كرابط، يا جماعة رابط عشان بربط بين جملتين، والجملة عشان تتكون لازم تتكون من فاعل وفعل مفعول. فركز إن مثلا what جت what، when which، إن لو كرابط لازم يجي بعدها الفاعل، كرابط يجي بعدها الفعل وبعد كده الفعل. طب لو كانت أداة استفهام يجي بعدها الفعل المساعد. تمام. اللي بعد كده بقى المجهول. أنا دفعة 2023 جات لي 3 أسئلة، جالنا 3 أسئلة مجهول. المجهول أشكاله كتير قوي. المجهول أنا مش هينفع أقوله لك في الفيديو عشان الفيديو هيطول. المجهول ركز عليه. طب المجهول بقى أشكاله إزاي؟ جات لي مع حذف ضمير الوصل، لما يجيب لي التصريف الثالث، لما في 2023 بتاعة السؤال بتاع شكسبير اللي هي ريتن. أنا فاكر أنا 2023 وفاكر اللي هي هتبقى ريتن، حذف ضمير الوصل. حذف ضمير الوصل برضو اللي هو عبارات اسم الفاعل، عبارة اسم الفاعل لما تحط لي الفيرب ذات اي ان جي يبقى عبارة اسم الفاعل برضه في حذف ضمير الوصل. الحاجات دي، طيب الحاجات دي موجودة فين؟ بص أنا شارح، هحط لك البلاي ليست في الوصف الفيديو عشان تسمع الحاجات دي. أنا مش شارح اسمه ده، مش هتلاقي كل اللي أنا قلته في الفيديو مشروع. يعني مثلا عندك الإيه والآن أنا مش شارحها، عندك الكوزدف أنا مش شارحها. دول يا جماعة آخر الفيديو كونجكشنز، الروابط. الروابط دي أنا شارحها. بص بقى عشان الروابط حاجتين، يا إما يجي بعدها جملة يا إما يجي بعدها نون أو فيرب ذات أي إن جي. فأنت هتخش على الجملة لقيت رابط، احنا عندنا 5 أنواع من الروابط. لا دخلت لقيت رابط، استنى شوف اللي بعديه اسم أو فيرب ذات أي إن جي، اختار رابط بيجي بعديه فيرب ذات اي ان جي او نو. طب اللي بيجي بعديه جمله احذفه. يعني انت لما تيجي تحل سؤال لما تيجي تحل سؤال الكونجكشنز احذف وبعد كده حل. عشان ايه؟ عشان هو اكيد هيحط لك رابط بيجي بعديه جمله ورابط بيجي بعديه فيرب ذات اي ان جي. فانت الاسترشاد السابع اللي بتاعت بيكوز اوف والذو، تمام، كان يبقى جاي بعدها نون. فانت بقى جه بعديها نون، اكتب فوق السؤال ده نون. تمام، روح هتلاقيها في وصف الفيديو. بس انا كنت في بدايتي في اليوتيوب ما كانش معايا مايك، فانت حاول تعلي الصوت وتاخد الكلام اللي مكتوب اللي على البورد اكتبه يعني في ورقه خارجيه. ماشي، ده الفيديو بس اللي ما فيهوش مايك، اعذرا يعني. بس الفيديو ده مهم وممكن الكونجكشن ممكن تيجي في الامتحان. تمام.
طبعا عايز اقول لك حاجه، شكل الاسئله، خلي بالكم يا جماعه ان شكل السؤال في الامتحان الاسترشادي سؤال آه، لطالب اللي بان له اللي هو هيخط، بس هو ايه، سهل خالص. يعني مثلا ايه، سؤال بتاع الكلام غير مباشر مع الرايتنج، سؤال تحس اللي هو ايه، واو، بس هو سهل. فما تتخضش من الاسئله، هي الاسئله فعلا نوعيتها جديده وبتعتمد على النظام الجديد. كل حاجه من المنهج، ما تخافش، مفيش حاجه هتجيلك بره المنهج الا بس ان انت تظبط موضوع التراكم. ظبط موضوع التراكم. ذاكر ازاي؟ هرجع واقول هذاكر ازاي. هتيجي من امتحان الكيمياء تريح لك شويه وتصحى 10 نماذج، تمسك نموذج نموذج تحله وتطلع الافكار اللي فيه. القواعد المتكرره انا جبتها لك، طلعتها لك اهو، الفيديو موجود اهو عشان ما تلفش كتير. ولو بتراجع هتلاقي الكلام اللي انا بقوله موجود في النماذج. الوزارة مشكورة بتديك عقد شراكة بينها وبينك اللي هو ده العقد اللي بيني وبينك. النماذج الاسترشادية دي اللي بيجي منها ايه، الامتحان. ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يضحك عليك. واكيد انت مثلا ايه، يبقى انت هيكون امتحان عربي وكيمياء، شوف الاسئله فعلا بتيجي من النماذج الاسترشاديه ولا ما بتجيش. احنا انتوا دفعه محظوظه، 2026 محظوظه، و25 و24. تمام. كده في نهايه الفيديو تكون خلصت اللي عندي ان شاء الله. ان شاء الله يطلعوا مجبورين الخاطر ان شاء الله. اخر فيديو هتشوفني فيه اقول لكم ان شاء الله ربنا يوفقكم في اللي جاي. كده خلصنا الفيديو، عرفنا كل القواعد المتكررة في النماذج الاسترشادية واللي هيركز عليها وازاي نطلع السؤال. تمام. الامتحان افكار مش اسئلة، عشان محدش يجي يقول لي انت قلت على حاجة وما جاتش. انا بقول لك افكار، انا بقول لك فكرة، قاعدة الروابط مع المستقبل. افتر مثلا، افتر ده رابط بيربط بين جملتين. جالي افتر، احط مستقبل او مضارع، وهي الناحيه التانيه ماضي مضارع بسيط او مضارع تام. انا مالي بقى ان المضارع التام جه مجهول. انا لسه قايل لك ان المجهول بيجي في الامتحان، بقول لك 3 اسئله. المجهول ليه اشكال كتير قوي، خلي بالكم من المجهول يا جماعه، خلي بالكم من المجهول. تمام. كده في نهايه الفيديو كده هنكون خلصنا الفيديو ان شاء الله. تطلعوا مجبورين الخاطر وتجيبوا الدرجه النهائيه ان شاء الله في الانجليزي. ولو عوزت اي حاجه يا جماعه انا موجود 24 ساعه. ابعت لي في الكومنتس، ابعت لي هرد عليك. اي حاجه انت مش فاهمها ابعتها لي وانا هفهمها لك، لو هقدر اساعدك. تمام. اشوفكم على خير. سلام.